فليك يحدد موعد عودة حارسه المميز خوان غارسيا. أكد هانز فليك مدرب فريق برشلونة الإسباني أن الحارس الشاب خوان غارسيا يواصل التعافي بشكل جيد من إصابته، لكنه لن يعود للمشاركة قبل فترة التوقف الدولي، مفضلا منحه الوقت الكافي لاستعادة جاهزيته الكاملة. وقال فليك بسؤاله عن موعد عودة خوان غارسيا للملعب: أتوقع عودته إلى الفريق بعد فترة التوقف، لكنه لن يكون متاحا لمباراة كلوب بروج يوم الأربعاء. تقدمه يسير بشكل جيد ويتدرب بشكل ممتاز مع ديلا فوينتي. وكان غارسيا قد تعرض لإصابة في الركبة خلال الثواني الأخيرة من مواجهة ريال أوفيدو يوم 25 من سبتمبر الماضي، حيث خضع بعدها لجراحة في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى يوم 27 من الشهر نفسه. وقدر الجهاز الطبي فترة الغياب بين 4 و 6 أسابيع، وهي المدة التي انتهت بالفعل، لكن النادي فضل التريث ومنحه بعض الوقت الإضافي خلال التوقف الدولي. صحيفة موندو ديبورتيفو أوضحت أن برشلونة لا يريد المجازفة بعودة خوان قبل اكتمال تعافيها، خاصة في ظل تألق الحارس البولندي تشيزني الذي يقدم مستويات ثابتة رغم تلقي الفريق هدفا في كل مباراة تقريبا. ومن المنتظر أن يعود غارسيا بعد التوقف بالتزامن مع مواجهة سيلتا فيغو في 9 من نوفمبر، وهي المباراة التي ستكمل 6 أسابيع منذ خضوعه العملية الجراحية. المنافسة تشتعل بسبب الشرط الجزائي. هاري كين يفكر في الانضمام لبرشلونة. يدرس هاري كين الرحيل عن بايرن ميونخ وقد يتطلع لانتقال مدون إلى برشلونة. المهاجم الإنجليزي يقدم أداء تهديفيا فتاكا هذا الموسم، وقد يتطلع لتجربة دوري جديد بينما لا يزال في قمة مستواه. يفكر كين ماليا في إمكانية توقيع عقد جديد مع العملاق الألماني، لكن مستقبله لا يزال غير محسوم. ويرتبط كين بعقد مع بايرن حتى يونيو 2027، ولكن لديه شرط جزائي في عقده قد يسمح له بمغادرة النادي مقابل مبلغ لا يتجاوز 57 مليون جنيه استرليني بدءا من الصيف المقبل، مما لا شك فيه أن عددا من أكبر أندية أوروبا ستسعى وراء توقيع آلة الأهداف، وقد برز برشلونة كواحد من أبرز المنافسين. يحتاج البلوغران إلى مهاجم جديد لقيادة خط هجومهم في حال رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن النادي في نهاية عقده الذي ينتهي في يونيو 2026. وفقا لصحيفة سبورت، فإن جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد هو هدفهم الأسمى، لكن قد يكون التعاقد معه مكلفا للغاية لجلبه من العاصمة الإسبانية إلى كاتالونيا. ويشير التقرير إلى النادي يدرس الآن كين كخيار عملي أكثر من الخيارات الهجومية الشابة، وقد أجرى النادي مقارنات بين الهداف التاريخي لإنجلترا وليفاندوفسكي الذي انضم إلى النادي في صفقة انتقال حر بعد عدد من المواسم الحافلة بالأهداف في بافاريا. وقد أثبت المهاجم البولندي الأسطوري نجاحا هائلا في كامب نو، وعلى الرغم من بلوغه 37 عاما الآن إلا أن غزارته التهديفية لم تتراجع. ومثل ليفاندوفسكي لم يعتمد كين أبدا على السرعة في براعته التهديفية، ويمكنه الأداء على أعلى مستوى لفترة طويلة في الثلاثينات من عمره. وبالنظر إلى ذلك فإن دفع أكثر من 50 مليون جنيه استرليني لمهاجم يبلغ من العمر 32 عاما ولا يزال في ذروة عطائه قد يظل استثمارا قويا، خاصة إذا تمكنوا من الاستفادة من 4 أو 5 سنوات من عطاء اللاعب الإنجليزي. وسيواجه برشلونة منافسة قوية إذا قرر التحرك لضم كين، ومما لا شك فيه أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستحاول إغراء المهاجم بالعودة إلى الدوري الذي لا يزال بإمكانه في تحطيم رقم ألان شير القياسي لأكبر عدد من الأهداف. وسيحلم توتنهام هوتسبير بإعادة نجم أكاديميته السابق إلى شمال لندن، ولكن في حال استمر انعدام الانسجام والأداء الضعيف فمن غير المرجح أن يتمكن
سبيرز من مضاعفة الراتب أو متطلبات اللعب في دوري أبطال أوروبا التي سيطلبها كين. ستكون الأندية في المملكة العربية السعودية قادرة على تقديم عروض تفوق أي عقود مربحة أخرى بمراحل، ويمكن أن تقدم لمهاجم بايرن مبالغ نقدية خيالية. قد يكون الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين أمرا واردا، ولكن من المفترض أن كين ينتظر حتى نهاية الموسم الحالي قبل أن يقرر وأين ستكون وجهته التهديفية التالية. خزائن برشلونة قد تنعش بأموال إنجليزية. فيتور روكي عاد ليبرز في البرازيل بعد عام صعب في إسبانيا مع برشلونة وبيتيس. قرر اللاعب العودة إلى بلده للانضمام إلى بالميراس ونجح رياضيا. المهاجم يستعيد أفضل مستوياته وقاد فريقه للوصول إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس، ولم تمر عروضه دون ملاحظة. وفق لسبورت إليستريتد يتابع مانشستر يونايتد اللاعب مباشرة وقد يكون مستعدا لتقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو. المهاجم البرازيلي الذي قد يستدعى من كارلو أنشيلوتي للمباريات الودية المقبلة مع منتخب البرازيل استعاد حاسة التهديف وقاد بالميراس الذي ضمه بقوة. في الواقع أصبح فيتوروكي أغلى صفقة في تاريخ البرازيل بمبلغ 25.5 مليون يورو دفعة لبرشلونة، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات مقابل 80% من حقوق اللعب. كما وافق بالميراس على احترام راتبه الأوروبي مما جعله أحد أعلى اللاعبين أجرا في أمريكا الجنوبية. بدأ فيتوروكي بشكل متذبذب لكنه تدريجيا عاد ليصبح نفس اللاعب الذي قاده إلى برشلونة. إنه لاعب حاسم ويصنع الفارق مما يقربه من حلم المشاركة في كأس العالم مع البرازيل. ولهذا السبب اللاعب ومحيطه لا يرون العودة إلى أوروبا في الوقت الحالي مناسبة، ويفضل فيتوروكي إنهاء الموسم حتى يونيو مع بالميراس، وبعدها سيكون أكثر انفتاحا لمغامرة جديدة إذا تم التوصل إلى اتفاق مالي لبرشلونة. في برشلونة على عين بكل التحركات المتعلقة بفيتوروكي، وتعتقد الإدارة الرياضية للنادي أنه لم يكن هناك صبر كافي مع اللاعب في وقت صعب، لكن الأولوية الآن هي تحقيق استفادة مالية مستقبلية من الحقوق التي يحتفظ بها النادي. وفي الوقت الحالي يمكن لبرشلونة الحصول على مليون يورو إضافية كمتغير إذا توج فيتوروكي بلقب كوبا ليبرتادوريس. في حال البيع يحتفظ برشلونة بنسبة 20% من الصفقة، مما قد يحقق له مبلغا مهما. إذا دفع مانشستر يونايتد أو أي ناد في البريمير ليج 50 مليون يورو سيحصل برشلونة على 10 ملايين. بدأ النادي الكتالوني يقتنع بأن فيتوروكي سيحقق أرباحا مالية على المدى الطويل رغم أن العملية لم تنجح رياضيا.